The converse of Pythagoras' theorem. In a triangle, if the square of the length of a side is equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides, then the angle opposite to this side is right angle. يعني ايه؟ يعني لو ال AB square plus ال BC square equal ال AC square يبقى ال measure of ال angle B 90 degree أو ال angle B right angle. الهايبوتنس اللي هو ال AC square اللي هو أطول side the longest side in the triangle. ال AC square بقى أو الهايبوتنس square equal ال AB square plus ال BC square يبقى ساعتها ال measure of الانجل B equal 90 degree أو إن triangle right angled triangle. أوكي؟ المسائل بقى بتيجي إزاي؟ بيقول لي the triangle is acute ولا right ولا obtuse. وأنا لو جبت ال AB square وال AC square وال BC square وفي الآخر جمعت ال two sides اللي هما الصغيرين ال 5 وال 12 يعني طبعا بالسكوير اوكي باور 2 ولقيتهم ان هما equal ال BC square ساعتها يبقى measure في الانجل A ب 90 يعني التريانجل ده نوعه right angle. اوكي نشوف كده ال AB square يعني 5 square يعني 25 ده أول حاجة. طب ال AC square ب 12 square أو 12 باور 2 يعني ب 144 سنتيمتر سكوير. ال BC square ب 13 باور 2 يعني 13 square equal 169 سنتيمتر سكوير. نجمع كده بقى الاتنين الصغيرين اللي هما 25 بلس ال 144 يعني ال AB square بلس ال AC square يديني كام؟ 25 بلس 144 يعني ب 169 سنتيمتر سكوير يعني زي البي سي سكوير. ما هو البي سي سكوير برضه ب 169. اوكي يبقى دلوقتي اقول له since ان البي سي سكوير equal AB سكوير بلس الاي سي سكوير يبقى الميجر اوف الانجل A ب 90 degree. الهايبوتنس باور 2 طلع equal السم اوف التو سايدز الباقيين طبعا باور 2 يبقى التراينجل is right angled triangle.